بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد والفل والياسمين على كل حبايبي اللي بيشوفوني من كل مكان. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى اول الشهر، حبيت ادلع ولادي بعد ما قبضت، فهعمل معاكم النهارده ان شاء الله السمك بطريقه حلوه قوي 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 بدون زيت كتير، وكمان هنعملها بالخضار، حاجه كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زي الفل. يلا ندخل على الفيديو على طول، بس وحياة حبيبك النبي ما تخرجي من الفيديو النهارده الا ما تكوني حاطه لايك وحاطه كومنت حلو زيك ومشتركه عندي في القناه لو اول مره بتشوفيني. هنسمي بالله ونصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام وندخل على الفيديو على طول. مبدئيا انا جايبه سمك بلطي اللهم بارك حجم كبير، منضفاه ومخليها زي الفل وغسلاه وزي القمر كده زي ما انتم شايفين. معايا شرايح طماطم، معايا شرايح بصل، معايا كمان ليمون، ومعايا كمان شرايح بطاطس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف التتبيله القمر دي انا عملتها ازاي. انا هقول لكم سريعا كده انا حطيت في التتبيله دي ايه. انا حاطه فلفل شطه، وحاطه كمان كمون وكزبره وملح وبابريكا، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشبت مقطعاه صغير كده، وتوم طبعا اساسي. انا دقيت التوم وحطيت فيه كل الحاجات اللي بقول لكم عليها دي، من كل حاجه كده معلقه صغيره. التتبيله دي عايزه اقول لكم هتودي السمك والخضار حته تانية خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هرجع للسمك دلوقتي، هديله فتحات كده في قلب السمكيه من بره علشان تتبل ويبقى طعمها حلو. اديت للسمك كله فتحات اللهم صل على النبي، وبعد كده رجعت للتتبيله تاني، عصرت عليها ليمونه كده محترمه وكمان معلقتين ثلاثه من الخل، واقلب بقى كل الخلطه الحلوه دي مع بعض. نركن بعد كده السمك على جنب واسمي بالله، واجيب طبق احط فيه البطاطس والبصل وكمان الطماطم. وخدي بقى كام معلقه كده من التتبيله القمر اللي احنا عاملينها دي، وعايزاكي تصلي على النبي وتحطي لايك بايديك الحلوين دي. والله العظيم احلى سمك هتعمليه بالطريقه دي، تحفة اللهم بارك. نقلب بقى كل الخضار مع بعض كده، البصل بالطماطم بالبطاطس، علشان يفرشوا تحت السمك وياخد من طعم بعضه. السمك كده ينزل العصارة بتاعته على الخضار، اللهم بارك. حبيبة قلبي اللي سرحت معايا ونسيت تحط اللايك، حط اللايك. اللايك والله العظيم مش بفلوس، بس علشان الفيديو يترفع مش اكتر من كده والناس تشوفه، وتعملوا له مشاركة وتشتركوا عندي لو حابين. مش حابين برضو انا شرف ليا ان انتوا دخلتوا النهارده واتفرجتوا عليا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب اللهم امين. امسك بقى السمكيه اتبلها من بره ومن جوه. بصوا الفتحات دي حطوا فيها التتبيله وتبلوها من جوه علشان بجد تاكلوا احلى سمك وتستمتعوا كده وانتوا بتاكلوه. احنا بنحب نجيب في بيتنا كده السمك البلطي، بيبقى طعمه حلو قوي، وبحب اجيبه اول الشهر، يعني اول ما القبض بينزل بحب اجيب اكله سمك معتبره كده لاولادي. ربنا يا رب يخلي ولادكم جميعا يا رب ويفرحنا بيهم جميعا اللهم امين. بالله عليكم دعواتكم لاولادنا جميعا، البنات والولاد في الثانويه العامه. انا بنتي في ثانويه عامه بتمتحن، يا رب يا رب ينجحها وينجح كل اولادنا جميعا بحق جاي النبي يا رب اللهم امين. بصوا بقى حبايبي، بعد ما تبلت السمك اللهم بارك، شايفين شكله عامل ازاي؟ والنبي يتاكل ني، بسم الله ما شاء الله. هجيب بقى صينيه الفرن واحط فيها كده حوالي ربع كوبايه من الزيت، وادهن كده الصينيه كويس جدا علشان الخضار اللي انا هحطه ما يلزقش في قلب الصينيه. وبعد كده هنزل بكل الخضار اللي معايا في قلب الصينيه بالشكل ده، البصل وبعد كده حلقات الطماطم والبطاطس. المهم يعني هفرش الصينيه كلها بالبصل والطماطم والبطاطس. بصوا بقى سمك البطاطس عامل ازاي، ولا هو تخين قوي ولا هو رفيع قوي، خير الامور الوسط علشان يستوي معايا في وقت السمكيه بالظبط. رصيت كل الخضار والتتبيله اتبقت معايا اللي هي طلعت من الخضار، حطيت عليها حوالي ربع كوبايه من الميه، واللهم صل على سيدنا محمد، ورشيتها كده على الخضار علشان يبقى عصاره نازله من الحاجات دي تدينا طعم وتسوي الاكل. وسمي بالله ونرص السمك بتاعنا اللهم صل على سيدنا النبي على الخضار بالشكل ده. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره علشان اول ما يدخل ياخد صدمه ويستوي على طول باذن الرحمن. وفي الاخر كده حطيت شويه زيت على وش السمك، يعني حوالي برده ربع كوبايه. استهلاكنا كله للزيت النهارده نص كوبايه فقط لا غير. شايفين قد ايه الزيت قليل. وفي الاخر بحط شرايح ليمون على صينيه السمك وادخلها الفرن زي ما قلت لكم، مشغل قبلها بحوالي 10 دقايق ويكون على اعلى درجه حراره. وعايزه اقول لكم كمان انا غطيتها بورقه زبده، بس للاسف الجزئيه دي ما اتصورتش. تعالوا بقى نطلع صينيه السمك بعد ما استوت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى ورقه الزبده؟ فايده ورقه الزبده ايه اللي انا حطيتها دي؟ علشان السمكيه من فوق ما تنشفش. لو انت حابه السمكيه من فوق تبقى ناشفه قوي كده او مقرمشه زياده عن اللزوم ما تغطاهاش، لكن انا غطيتها بورقه زبده علشان تديها طراوه كده. وعايزه اقول لكم ازاي، يعني كانك بتاكلي حته زبده في بقك، طريه وجميله والخضار مستوي. بصوا انا مش عايزه اتكلم كتير
علشان ما تقولوش علشان انا اللي عاملاها بتشكر فيها. جربوا الطريقه دي بنفسكم وبامر الله هتدعوا لي. شلت ورقه الزبده بالصلاه على النبي، وتعالوا شوفوا الجمال بتاع السمك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. السمكيه مستويه والخضار مستوي، يعني البطاطس بصوا اتهرت وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. اللهم صل على النبي. هو ده المطلوب، شغل مطاعم. اشتغلي كده في المطبخ بمزاج، اعرفي ان الحاجه اللي بتحبيها بامر الله هتطلع من ايديكي احلى من اي حد. والله العظيم والله العظيم هيبقى احلى ما بتجيبيه من بره. شوفوا بقى انتوا لو جبتوا صينيه سمك زي دي من بره بمبلغ، عارفين يعني إيه بمبلغ وقدره فعلا. انا السمك ده ما كلفنيش غير 200 جنيه، كان عليه عرض اللهم بارك ال3 كيلو ب 200 جنيه. وشايفين ابيض ازاي من جوه، اللهم بارك زي قلوبكم حبايبي يا اللي بتتفرجوا عليا. ربنا يسعدكم جميعا يا رب اللهم امين. حبيت بقى ادلع شكل السمك قبل ما ولادي كده ياكلوه، علشان احسسهم ان هما بياكلوا في مطعم. جبت كده طبق التقديم اللي هو على شكل سمك، وحطيت فيه السمك، وكمان حطيت الخضار من تحت، وجرنشته من بره كده بشويه شبت، وحطيت قرنين شطه. واللهم صل على سيدنا محمد. وعملت سلطه حمراء، وكمان عملت شويه رز صياديه يستاهل بقكم. صحتين وهنا علينا وعليكم وعلى كل اللي هيجرب الطريقه دي بامر الله. تعالوا بقى نشوف السمك من جوه عامل ازاي. اللهم بارك، مستوي وابيض زي الفل، زي قلوب حبايبي اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي. بجد من احلى الاكلات اللي ولادي بيحبوها وبيطلبوها دايما هي صينيه السمك دي. ايه رايكم بقى في سفرتنا بتاعت اول الشهر دي؟ اعملوا كده كل اول شهر لما تقبضوا بامر الله، الولاد كلهم هيبقوا فرحانين. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. لو وصلتوا معايا للنهايه ما تبخلوش عليا بقى باللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. ربنا يسعد قلوبكم جميعا ويدومكم لقلبي اللهم امين. اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.